هل شعرت يوما أن حياتك تمضي بدون ترتيب وأنك مشغول طوال اليوم لكنك لا تحقق أي إنجاز؟ هل تتمنى أن يكون لديك نظام عملي يمنحك السيطرة على وقتك ويقربك من الله في نفس الوقت؟ في هذه الحلقة سأريك طريقة تطبيق الجدول الإسلامي في حياتك اليومية مهما كانت مشاغلك، وسأعطيك خطوات عملية تبدأ بها من اليوم بدون أعذار. ابق معي، لأن هذا الفيديو قد يكون بداية تحويل حياتك بالكامل من الداخل إلى الخارج. قبل أن نبدأ، لا تنسوا أن تشتركوا في القناة، تعملوا لايك وتفعلوا جرس الإشعارات، والأهم من ذلك شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم ليصل الفائدة لكل من تحبون. اليوم سنتحدث عن موضوع مهم جدا ورد لنا الكثير من الأسئلة عنه بعد حلقتنا السابقة: كيف تنظم وقتك مثل السلف الصالح، والتي شرحنا فيها فكرة الجدول الإسلامي. الأسئلة كانت مثل: أنا أعمل أكثر من 12 ساعة متواصلة، كيف أطبق الجدول؟ أنا ربة منزل، لا أجد وقتا ثابتا، ماذا أفعل؟ أنا طالب أو طالبة، يومي متقلب، لا أستطيع الالتزام بجداول دقيقة، كيف أطبق حياتي حول الصلوات الخمس؟ اليوم بإذن الله سنقدم إجابة مفصلة وعملية لكل هذه الأسئلة، وليس فقط إجابة، بل بداية جديدة لتغيير حياتك من الداخل لأبد. أولاً، إعادة فهم الجدول الإسلامي. الجدول الإسلامي الذي تحدثنا عنه ليس مجرد ورقة تعلقها على الحائط، أو مجرد أرقام وساعات. إنه أسلوب حياة ينبض داخل قلبك وعقلك وروحك. هو قرار داخلي بأن تكون حياتك كلها حول طاعة الله، مهما كانت مشاغلك. سواء كنت تعمل 12 ساعة في اليوم، أو كنت ربة منزل، مشغولة أو طالبا، تطبيق هذا النظام لا يعتمد على ساعات فارغة، بل على نية حية وقلب متصل بالله. ثانياً، كيف تطبق الجدول الإسلامي إذا كنت مشغولا جدا؟ ابدأ بصلاة واحدة فقط. لا تحاول تغيير حياتك كلها في يوم وليلة. ابدأ بصلاة واحدة، وليكن مثلا صلاة الظهر. جهز نيتك أن كل عملك قبل الظهر سيكون لله، وعندما يحين وقت الصلاة توقف عن كل شيء، وقف أمام الله بكل تركيزك وحبك. الدعاء العميق أثناء الصلاة. في تلك اللحظة المباركة ادعو الله بما تريد. إذا كنت عملك شاقا فاطلب من الله أن يقويك ويثبتك. إذا كنت تطمح لعمل أفضل فاسأله بتضرع. إذا كنت تعتني بأسرتك فادعه أن يبارك في وقتك وجهدك. اجعل الدعاء عادة يومية صادقة لا تنقطع. ثالثا، لكل فئة طريقها الخاص في التطبيق. ألف، العامل أو الموظف. لا تحزن إذا لم تستطع تطبيق كل الجدول دفعة واحدة. اختر صلاة واحدة وركز عليها. اجعل عملك قبل الصلاة عبادة لله. عند وصول وقت الصلاة انتقل مباشرة لعبادة الله بجسدك وروحك. قل في قلبك: اللهم إني أعمل وأتعب من أجلك وحدك، فأعني وقوني. باء، ربة المنزل أو الزوجة. اجعلي جهادك اليومي في البيت عملا صالحا عظيما. جهز البيت واهتمي بأطفالك بنية قرب لله. قبل صلاة العشاء رتبي كل شيء لاستقبال زوجك وأطفالك، واجعل الصلاة لحظة اتصال كامل مع الله. نامي وأنت مطمئنة أن الله سيبارك عملك ويسدد خطاك. جيم، الطالب أو الطالبة. لا تستهن بالنية. اجعل كل لحظة مذاكرة جهادا في سبيل الله لنفعك وأمتك. اربط جدولك بالصلوات، واجعل كل بداية بعد الصلاة تجديدا لقوتك وهمتك. رابعا، القاعدة الأهم: ابدأ بالقليل جدا. لا تحمل نفسك فوق طاقتها. لا تقل سأطبق كل شيء الآن، فهذا قد يؤدي للإنهاك بعد يومين. ابدأ بالقليل، ولو كان العمل بسيطا جدا، مثل التركيز على صلاة واحدة اليوم. ثم يوما بعد يوم ستبني عادة قوية لا تهزم بإذن الله. لا أعذار بعد اليوم. الحياة مليئة بالمشاغل والتحديات، لكن كل مبرراتك لها حل. نحن لا نطلب منك تغيير العالم اليوم، نحن نطلب منك شيئا واحدا فقط: اضبط اتجاه قلبك نحو القبلة الصحيحة. اجعل نيتك صافية لله، وابدأ العمل البسيط من حيث أنت بما تستطيع، والباقي سيكمله الله لك برحمته وقوته. خامسا، خطوات عملية لتطبيق الجدول الإسلامي. اليوم، اختيار الصلاة التي تبدأ بها. ركز على واحدة، ثم أضف الأخرى تدريجيا. تجهيز مكانك ووقتك، حتى ولو دقائق قليلة، اجعلها لحظات عبادة حقيقية. ربط العمل بالنية. أي عمل تقوم به يجب أن يكون من أجل الله، سواء دراسة، عمل أو رعاية أسرة. الدعاء اليومي.
اجعله عادة ثابتة ومباشرة بعد كل صلاة. التقييم الذاتي. في نهاية اليوم اسأل نفسك: هل قضيت وقتك بطريقة ترضي الله؟ ابدأ اليوم بخطوة صغيرة، استمر عليها، واجعل نيتك واضحة. مع الوقت ستجد أن حياتك تحولت من مجرد مشاغل وعمل روتيني إلى حياة متصلة بالله، مليئة بالرضا والقوة والإنجاز. تذكر دائما: أنت لست وحدك، كل جهد تقوم به يباركه الله، كل عمل صغير له قيمة عظيمة، وكل لحظة عبادة تترك أثرا طويل الأمد في حياتك وفي آخرتك. قبل أن نغلق الفيديو، أذكركم أن قناة رشد موجودة هنا لتساعدكم على أن تكونوا أفضل نسخة من أنفسكم. لا تنسوا: اشتركوا في القناة، اعملوا لايك، وفعلوا جرس الإشعارات، والأهم من ذلك شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة على الجميع. وبإذن الله مع كل خطوة صغيرة اليوم ستبني حياة عظيمة مليئة بالرضا والبركة، وتكون سببا للخير لك ولمن حولك.